حبيت نقول لك باللي جهاد هذا، نقول لك باللي جهاد يوسف. لماذا؟ لو كان نطبع مع المخزن هذا والإسرائيليين، احنا اللي راح نحكموا في لجنة التحكيم. السلام عليكم، كي داير اخوتي؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ معكم اخوكم كريس كوريزي. تحياتي للجميع ونتمنى من هذا الفيديو لقاكم بصحه جيده واحوال طيبه. وقبل ما نبداو اخوتي، تنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو هذا ما يبخلش عندنا بالاشتراك مع تفعيل خاصيه الجرس باش يوصلهم كل جديد، وكذلك تخلونا واحد لايك الى عجبكم الفيديو مع بارطاج وكومونتير زوين بحالكم. تحياتي لكم ويلا نمشي. بغيت غير نعرف انا علاش الاعلام الجزائري الفاشل تيبغي ديما يحرض الشعب ديالو على الشعب المغربي، وكذلك تيبغي يحرض الشعب ديالو على المنتخب المغربي، وخاصه السيد فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. علاش؟ كاين جوج الحوايج. اول حاجه وهو تيبغي يلحس الكابا الجنرالات ديالهم والكبرانات ديالهم، وثاني حاجه ولا هي مهمه، تيقول لك المش اللي ما تيلحقش اللحمه تيقول لك خانزه. هما ما لاحقينش على الاطر ديالنا حنا، بحال المنتخب المغربي، بحال المدرب ديالنا والد الركراكي الله يخلينا، بحال السيد فوزي القجع الله تا هو يخلينا اللي مشرفنا في جميع التظاهرات الرياضيه. وهذا ما يسمى بالحقد الدفين، بالحقد الداخلي تجاه واحد الشعب اللي هو معروف بالبساطه ديالو، معروف بالطيبوبه ديالو، معروف بالكرم ديالو. خليكم اخوتي مع الفيديو اللي غنوريكم دابا، وغتعرفوا كميه الحقد ديال الاعلام الفاشل الجزائري. او انت في المروك خسروك وما وقفش معاك. معليش بلا اي جاي دالتك باش ما تروح ليش الفكره. شفت عندهم القجع في كره القدم، عندهم القجع في كره الطائره، القجع في كره اليد. وشنو هما انا غير حاجه يا رب، وما يتحدوا كي يحكم واحد كونفدراليه يدي معاه 8 معركه. في كره اليد كاين واقيلا 8 في الكونفدراليه، وكاع في الكوميسيون ما يديسيديو حتى ولاو هاك. شو تونس سمعت بلي تونس شكاو للكونفدراليه باش يعاودوا للتيراج وصول، ولاو المروك يديروا تيراج وصول. لازم الجزائر نطيحوا مع الجزائر، نيفيتيو تونس ومصر باش يلحقوا لا فينال تاع لا كوب دافريك. وشنو هو؟ حنا رجال عليهم، حنا الجزائر رجال، حنا ما نتشيبيوش. هما بدراهم المخدرات شارين كاع الناس. لي بريزيدون الكونفدراسيون ما يكون افريقي ولا يدور في مراكش. حنا عندنا النيف، ما تجيش دور زربوطو هنا في الجزائر، ما كاش معناتها بلا ما ندخل في التفاصيل. يجوا يجيبوا لهم جاكوزي ليزوتيل 5 ايطوال شراوهم من الاخر. حنايا كي تروح تفواياجي فالوزاره تعطيك عندك دروات تدي 3000 اورو فري ديفال، تجي تشريك شي واحد انت تما ولا مستحيل. هذوك اللي جوار ماشي 3000 اورو، لا 300 اورو، لا فري ديفال، فري ديفال. ما تنجمش المرات كيجيو بلي مالات. المافيا اللي ملهيه هذاك القجع دا الى بري دو لافونس. شغل دايرين ميم البريزيدون دو لا كونفدراسيون دايرينو في شغل الخاتم يجيبوه الدنيا يعني يلعب. المشكل هذا الكلام اللي تيقولوا هذا الشير ديما ديال الاعلام الجزائري الفاشل ما هو الا من وحي الخيال ديالهم. افلام تيديروها باش يحرضوا الشعب الجزائري على الشعب المغربي عموما، وعلى المنتخب المغربي، وعلى السيد فوزي القجع خصوصا. فيما توقع لهم شي كارثه ولا يوقع لهم شي انهزام، حيت ما عندهمش تيسبوها في فوزي القجع دار القجع سبب لنا في الكوارث، القجع حرض عنا التحكيم، القجع. ابردوا فيكم شويه الدماء عباد الله. عاد فوزي القجع راه غيجيب لكم الاخره ديالكم، راه اغلبيتكم مرادين به، غيجيب لكم ازمه قلبيه، غيركب فيكم السكر. خليكم اخوتي مع تتمه الفيديو. الطريقه الناجعه للاحتجاج. شيخ فريد نزار، كيف ترى؟ نظن باللي السياسه الجزائريه يعني ما تنافقش كما نقولوا حنا، ولهذا يعني اليوم وليد صادي دار الموقف نتاعو انه باش يقاطع هذا الحفل هذا. ولكن انا نظن باللي الكرسي الشاكر يعني ما يفيدناش في على المستوى الافريقي، خاصه في ظل غياب الجزائر على مختلف الهيئات الكرويه. كان من المفروض اننا نحضروا وندوا بسبب الاجحاف اللي دارته فينا الكونفدراليه الافريقيه، لانه غير ممكن انه مدرب تاع فريق يكون مرشح لجائزه والنادي نتاعو اللي فاز بكاسين يعني ما يكونش كذلك، يعني محاز بالمشوار اللي يداه. يعني كان من المفروض انه يكون على الاقل مع الثلاثي اللي ينتخبوا عليه ماهوش موجود. ولهذا نظن باللي تواجد صادي كان يخدمنا اكثر لايصال صوتنا على. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهدي ما خلق وصافي. الكذوب والفتنه تزرعوا الفتنه
شوف الاعلام الجزائري الفاشل، غنقول لك واحد الكلمه، حنا كمغاربه جايبين العز، فين ما نمشيو للغربه نجيبوا العز، نمشيو للمحافل الدوليه نجيبوا العز، نمشيو للتظاهرات الرياضيه العالميه نجيبوا العز، مشينا كاس العالم جبنا العز، جينا حنا المرتبه الرابعه، وفي اي تظاهرات نجيبوا العز، الملاكمه جايبين العز، في الكاراتي، في السباحه، في الالعاب الاولمبيه، في كره القدم، في كره السله، في كره اليد، في الجومبا، فين ما جيتينا جايبين العز. هادشي ممرضكم وزايدين بالحيس الكابا، باغيين تبينوا الرؤساء ديالكم والكابرانات ديالكم والجنرال ديالكم حنا معاكم، حنا ضد الناس اللي نتوما ضدهم. فاش كان بوتفليقه ما كانش هادشي ما كانش، ولكن فاش جا تبون ولا هاد العنصريه ولا هادشي ولا هاد الحقد وهاد الحسد. الله يهديكم والله يشافيكم، يا ربي تشافيكم منا حنا. ودابا غنوريكم واحد الصحفي مسكون بشي حاجه سميتها القجع، فاش يجبدوا ليه القجع والعروقه ديال عنقه غيطردكم. شوف كيفاش يدوي. بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كاين مؤامره. اليوم الدميه تاع موتيبي، اليوم راكين حول العقوبه، الرساله واضحه بيان سور، نحات العقوبه راكي بعد مباريات نحات له، لانه المخزن اليوم نعاود نذكرها، انا جندي من جنود هذه الجزائر، اللي تخافوا اليوم تهضروا، تخافوا تجوا لبلاطو باش تدافعوا على بلادكم، تخافوا بور لاجيري. المخزن هذا هو اللي يتحكم اليوم في كواليس افريقيا. المخزن عنده ابعاد دانئه، المخزن عنده ابعاد للتأثير على استقرار هذا البلد. المخزن بقياده الأخجع وفر كل الاموال من اجل تكسير الجزائر. ما نرجموا لي جوار تاعنا ما كنتوش قدها، معليش هذه كرة قدم، ماهيش نهاية العالم، بصح لازم نعرفوا يا ناس وتعرف يا جمهور بلي تعرضنا لمؤامرة دانئة. حمودي راك في لجنة الفار في التحكيم، على ما تدافعوش على بلادكم؟ علاش ما تنتفضوش؟ على ما ديش استقالة وتكشفوا لنا بالأدلة بلي تعرضنا لمؤامرة دانئة. 5 ضربات جزاء، اعطيني الصور من فضلك يا وليد يا مرجاوي باش تعرفوا اليوم كرة قدم ما راش تاع 90 دقيقة وروح لدارك، عندها أبعاد دانئة من طرف هذا المخزن الدنيء الذي لا يواجه الرجال وجها لوجه. لأننا بالفعل بلد الرجال برئيسنا وبجيشنا وبشعبنا، فهموها كما شئتم، أنا جندي من جنود هذا الوطن. وشوف دابا هاد ماوكلي هذا، شوف هاد الطرزان لابس السروال، والله ماشي مرق، قال لك انا جندي من جنود هذا الوطن. سير كنت مرق شويه بركه من الحيس الكابا، لسانك طواله بالحيس الرجلين ديال الكابرانات والجنرالات. السيد ضروا الحال علاش الكاف رفعت العقوبه على والد الركراكي، تاكدت انه ما دير والو، ان السيد باري، عوض ما تفرح ليه باعتباره مؤمن بحالك بحالو، باعتباره مسلم بحالك بحالو، باعتباره عربي بحالك بحالو. حشومه يكون فيكم هاد الحسد، حشومه. وكاعلامي يا صاحبي ما فهمتش هاد الناس هادو باغي يطردق علاش الكاف ترفع العقوبه على والد الركراكي. سبحان الله، الله يشافيكم، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا غيبقى شوي غيطردق، غتجي ازمه قلبيه ولا سكته دماغيه ولا غيركبوا السكر ولا الملحه، الله اعلم. الله يشافيه منا حنا، الله يشافيه من شي حاجه سميتها المنتخب المغربي وشي حاجه سميتها القجع. الله يشافيك والله يعافيك. ها انتم اخوتي راه عينه كثيره، ما نزيدو نحصلوا في المغرب. كل شيء من تحت ما يسفل، هما من يحكمون الكرة الأفريقية. يعني التعادل امام بوركينا فاسو سببه المغرب. ليس بتعادل يوسف، شوف ليس بتعادل، ولا ربحنا عند ربي. يا يوسف تقيم لك عند الكاف. لو ماتش هذا كان يروح ب5 ولا ب6 للجزائر. هل ترى لو بيت كيزون ماركي الكل بوركينا فاسو صحيح؟ صحيح، ما يسبي صحيح يوسف. لو كان تتقن مليح كما قال واسمه الحاكم المغربي، ربي يهديك استاذ ناصر، صحيح 200%. ربي يهديني. صحيح 200%. كل الحكام قال لك صحيح، كل الحكام قال لك صحيح. نعم. وما كاينش 3 ضربات جزاء في التلفزيون تاعكم واقع. كاين ضربة جزاء صحيحة، ضربة جزاء واحدة اتقي الله يوسف. واحدة، الاخرين غير متعمدة. يوسف هناك والله شوف لازم قوية الجبهة الداخلية في الجزائر حتى نقدر نهضر مع العالم. كيف جبهة؟ بيناتنا ماناش متفاهمين، ماناش نجاهدوا استاذ ناصر باش نتفاهم. ماكش تجاهد. حبيت نقول لك باللي جهاد هذا، نقول لك باللي جهاد يوسف. لماذا؟ لو كان نطبع مع المخزن هذا والإسرائيليين احنا اللي راح نحكموا في لجنة التحكيم، ولكن الجزائر بسيادتها وبرؤسائها وبشعبها
الموت موت واحدة والأسباب متعددة. ظلم على ظلم يا يوسف. راهم كونتر الجزائر. لما تشوف صحافة أوروبية شبه أوروبية تتكلم بأن الجزائر محقورة، هنا تعرف وش معناتها يوسف. ما تقوليش انت الجزائر باستطاعتها. شوفها يوسف. دابا شوفوا اخوتي، هاد الهضره اللي تيقول هاد المخلوق العجيب، هاد الصحفي الفاشل او محلل رياضي فاشل، دابا واش هاد الهضره تدخل الراس؟ هاد الهضره قلت لكم راه من المخيله ديال الفكر ديالهم، افلام كرتونيه. الا دخلتي سبيستون راه ما تلقاش بحال هاد الافلام، الا مشيتي الرسوم متحركه ما تلقاش بحال هاد السيناريوهات. مراد والله حتى مراد وقاتلهم هاد القجاع هذا. القجاع جوج الحوايج دار في حياته، فرحنا كشعب مغربي، فرحنا في التظاهرات الرياضيه، وجاب لهم السكر، وجاب لي السكر العديان، دار لهم ازمات قلبيه، مرضهم. سبحان الله. حنا ما مسوقينش ليهم، والقجع وما مسوقش ليك. دابا خوتي هذه سياسه مبتكره من طرف الكابرانات والجنرالات ديالهم، دافعين الاعلام الفاشل والفاسد ديالهم، دافعينه باش يحرضوا الشعب الجزائري على الشعب المغربي اللي حنا كنا خاوه من بكري. واخا كان شويه الحقد ولكن ما كانش باين. دابا راه زادوا فيه عباد الله. الا مشيتي للشارع الجزائري غتلقاهم يدويو على القجاع وعلى المنتخب المغربي وعلى الكولاسه وعلى المؤامره. علاش غنديروا عليكم مؤامره؟ علاش غنديروا عليكم مؤامره؟ اش بينا وبينكم؟ حنا خوت الحمد لله مقاسمين لا بلاد، ما عندنا طار بيناتنا ما والو. علاش غادي نديروا حنا المؤامره ضد الشعب الجزائري ولا ضد الجزائر؟ علاش؟ ما عندنا حتى فائده من هذا الشيء كامل، ما عندنا حتى فائده. واش نقول لكم؟ الاعلام الفاشل الفاسد الله يشافيكم. واحد الحاجه اللي خصكم تدخلوها لراسكم كاعلام، راه القجاع ما هو الا موظف في الدوله المغربيه تيدير المهام ديالو على اكمل وجه، انسان شريف عفيف خدام على راسو وخدام على الدوله ديالو، وتنفتخروا به كمغاربه. سيروا نتوما قلبوا على شي شخص بحاله ولا يكون احسن منه، الله يسهل عليكم، ويقوم بالمهام ديالو كما تيقوم بها القجاع، وما يكونش شفار وما يكونش قطاطعي وما يكونش الحاس الكابرانات، وغادي يدوزوا لقدام. اما نتوما باقيين تجيبوا ناس اللي هما شفارين وتجيبوا ناس اللي هما قطاطعيه، غتبقاو ديما اللور وغتبقى ديما تشكي وجبكيو، ويبقى ديما القجع عقده في حياتكم نتوما. تحياتي للمغاربه فيما كانوا، وتنقول لهم العز لكم فيما مشيتوا، تتشرفونا وتتكبروا بنا. تحياتي لكم ومع السلامه.